ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ امبارح بالليل كلنا اتفاجئنا ان باينانس اعلنت عن البوت بتاعها، واعلنت عن الجروب الرسمي بتاعها، يعني مش مثلا اشاعات ولا حاجه. ده غير طبعا انها برضو اعلنت عن البوت بتاعها في صفحه الدعم بتاعتها. ده يعرفك قد ايه ان باينانس لو دخلت المجال بتاع البوتات دون هتدمر الدنيا، وان البوت ده هيكون من اقوى البوتات اللي نزلت على تليجرام، واحسن حاجه اللي هو في بدايته، يعني نلحقه كلنا عشان ما حدش يجي في الاخر ويقعد يقول لي انا هلحق ولا مش هلحق. البوت في بدايته يعني هتلحق وانت مستريح كمان، وتبقى مطمن جدا لانه طبعا لباينانس، تبقى مطمن فوق ما تتخيل. والبوت سهل جدا وبسيط، مش معقد ولا حاجه، لكن هو رخم في كام حاجه كده برضه هنبه عليها. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تنورنا على قناه التليجرام، لان بينزل عليها اخر الاخبار والكومبوهات قبل ما تنزل على اليوتيوب كمان. ده غير طبعا انك هتلاقي اليوزر نيم بتاعي في التعليق المثبت في جروب التليجرام. لو عوزت اي حاجه خش كلمني وما تتكسفش مني، ولا اقدر اساعدك مش هتاخر عليك. وخليك عارف برضه ان احنا عملنا قناه للشات، لسه عاملينها اول ما وصلت 1000 مشترك، والقناه دي انا فيها على طول ومتفاعل فيها. عندك اي مشكله اكتبها في قناه الشات وانا هتلاقيني برد عليك او غيري، كلنا فيها بنساعد بعض. وطبعا اللايك والاشتراك هنا في اليوتيوب برضه حاجه بتدعمني جدا، فما تبخلش عليا بيها. والنهارده ان شاء الله هنتكلم على البوت مونبيكس، البوت الرسمي لباينانس. امبارح لما نزلت رابط البوت على التليجرام، ناس كتير جدا كلمتني قالت لي ان البوت مش بيفتح. البوت لما فتحش معاك من الرابط بتاعي، خش على البوت من بره وهتلاقي كلمه بلاي تحت على الشمال، دوس عليها. ولو ما فتحش معاك ممكن ترستر تطبيق التليجرام كله. ولما ما فتحش برضه اعرف ان البوت تقيل، لان البوت دخل له كميه ناس كتيره جدا، فيمكن ده اللي مخليه البوت تقيل. فهدوس على كلمه بلاي اللي تحت على الشمال وادوس على كلمه بدء، والبوت بالظبط قعد معايا تقريبا 20 ثانيه عشان يفتح. لكن ده عشان البوت تقيل. واجهه البوت سهله جدا، عباره عن كلمه العب لعبه وقم بدعوه الاصدقاء. وهشرح برضو جميع الخيارات اللي تحت دي. خلينا نبدا واحده واحده بالخيارات اللي تحت، ونبدا من الشمال. عندك كلمه باينانس اللي على الشمال دي، لو ضغطت عليها كل اللي فيها اللي هو عايزك تحمل تطبيق باينانس وتوثقه كمان. وبصراحه الناس اللي اقل من 18 سنه انا ما اعرفش بصراحه ايه نظامها، يعني البوت ده هينفع معاهم ولا لا. لكن غالبا لو ما نفعش هتوثق مثلا ببدايه والدك او والدتك. وباينانس منصه موثقه جدا، ما فيهاش اي خطر عليك يعني ولا على عيلتك. لو دوست على اول مستطيل هيحولك على جوجل بلاي او اب ستور عشان تحمل باينانس. وتاني مستطيل ده انا عايزك تربط باينانس بتليجرام، واحط لك دلوقتي صوره توضح لك ازاي، عشان طبعا ما ينفعش تفتح باينانس على كذا تطبيق، ولا باينانس عندي على التليفون وحاليا مصور من اللابتوب. فانت اول ما تدوس على المستطيل التاني هيفتح معاك الصفحه اللي قدامك على الشاشه. وخد بالك في حاجه مهمه جدا انا عايز انبه عليها، ان بعد ما تربط باينانس بالبوت لو لغيت الربط مش هينفع تربط تاني الا بعد 30 يوم، فتاكد انك ما تلغيش الربط نهائي. فبس كده، بعد ما تدوس على المستطيل دون هيطلع معاك الصفحه اللي قدامك دلوقتي، وعشان تتاكد انها مربوطه هتلاقي مكتوب كلمه قطع الاتصال، لكن طبعا ما تدوس عليها. ثالث مستطيل بيقول لك اجتز التحقق من الهويه، يعني بيقول لك من الاخر وثق منصه باينانس. نروح دلوقتي لخانه الاصدقاء اللي تحت على الشمال. هنا الاصدقاء اللي انت جبتهم للبوت، بيقول لك ان انت تكسب 10% من اصدقائك، واي حد انت تدعوه هياخد 1000 نقطه مجانا. فعشان كده انت مستفيد من الحاجتين، انت تاخد 10% من ارباحهم وهم ياخدوا 1000 نقطه. تالت حاجه خانه المهام اللي في النص دي مهمات سهله جدا جدا زي اي بوت. يعني هنا مثلا بيقول لك شارك الحمله الى قصتك، يعني بقول لك من الاخر ارفع ستوري. انت بس هتدوس عليها وهترجع النقطه تتحسب لك. يعني دلوقتي معايا 26151، هدوس عليها وهرجع بقى معايا 26722. عشان تعرف ان خانه المهام دي سهله جدا، انت بس دوس وارجع، يعني ما تعملش اي حاجه تانية خالص، من غير حتى ما تعمل قصه ولا اي حاجه. مهام عاديه زي اي بوت، يعني هتلاقيها سهله فوق ما تتخيل. رابع خيار هي خانه الصداره. هنا بيقول لك انت طبعا ترتيبك كام وسط اللاعبين بتوع البوت، لكن طبعا احنا ما لناش علاقه بالكلام ده. وسادس حاجه والاخير اللي هي اللعبه، دي اللي انت بتجمع منها بقى عملاتك. انت تدوس على كلمه العب لعبه، هتفتح معاك اللعبه اللي قدامك على الشاشه دي. كل عليك ان انت بتضغط على الشاشه، والمخلب ده هينزل يجمع لك النقاط. زي كده مثلا الصندوق ده اداني 30 عمله، وعمله باينانس دي ادتني تقريبا 15 ولا 20. ودي جابت لي 10. لو خدت القنبله بقى زي ما انا خدتها دلوقتي بيخلي عملتك بالسالب، يعني انا كان معايا 65 بقى معايا 55. زي ما انتم شايفين اللعبه ممتعه وسهله جدا. وبعد ما تخلص يقول لك انت جمعت كام. انا مثلا جمعت 130 نقطه وبس. هترجع هتلاقي ان عملتك ازدادت، وانت كل 10 دقائق ليك محاوله، والمجموع كل 6 محاولات. يعني من الاخر كل ساعه ليك 6 محاولات. وده الشيء اللي مش عاجبني جدا. يعني انت كده بتجبرني افتح التطبيق كل ساعه، ده انا ما بحبش افتح التطبيق كل 3 ساعات. فانت كده هتخليني افتح التطبيق كل ساعه، ده طبعا شيء مستفز شويه. ويا ريت المنصه تغير اسلوب اللعب عشان مش لطيف خالص. فخلاصه الكلام يعني ان البوت ده مهم جدا، ودي البوتات بتاعت الفتره الجايه اللي كلنا هنعتمد عليها بعد همستر وروك رابت وكل البوتات اللي احنا اشتغلنا عليها. فيا ريت تشد حيلك في البوت عشان تطلع منه باعلى ربح ان شاء الله. وخليك عارف طالما هو طبعا لباينانس، اعرف ان انت تاخد مني فلوس محترمه وعلى ضمانتي. ورب الفيديو يكون عجبك، وزي ما قلت لك لو عوزت اي حاجه كلمني في جروب الشات، ولو ما ردتش عليك كلمني في البرايفت. واشوفكم على خير الفيديو القادم.